سر كبير جدا وراء تشبث السنغال بالكأس، معاكسة ويعني تحدي الكاف وتحدي المغرب كذلك. هادشي كله كاين موراه واحد سر كبير يتخصص ولا متعلق بالجانب المادي أو المالي أو الوضعية المالية السنغالية مع البنك الدولي. أيها الإخوان، وهذا الشيء هذا تا واحد ما غادي يقولوا لك، لكن الحقيقة هي هذه. حيتاش المهم قبل ما نبدي نكمل على الموضوع، إلا جات على خاطركم خصكم تعرفوا بأن اليوم كاين موتسيبي غادي يخرج يدير واحد المباشر باش يهضر على هذا الموضوع هذا ويهضر على نقاط أخرى. الموضوع ديال الحفل والتحدي وهذا القرار ديال الاستئناف والطاس، كل هذا الموضوع هذا غادي يهضر عليه، لأن الموضوع داز وفات المعقول والمنطق، وكذلك فات الجانب الكروي باش يمشي للجانب السياسي، وهذا بمعية النظام الجزائري. أيها الإخوان، لذلك باش نهضروا على هذا الموضوع الله يرحم الوالدين ما تنساوناش دائما لايك بارطاج وتعليق، ومرحبا بالجميع، وإن شاء الله تكونوا بخير وأموركم طيبة. المهم البارح يكون شرت لكم فيديو وهضرت وقلت بأن الحفل في باريس كان حفل، ولكن الحفل اللي كان مقرر راه كان كبير بزاف، ولكن التدخل ديال المغرب بالجانب من الجانب القانوني نعتذر، وارسال مراقب قضائي باش ينوضي كاع داك الشيء، لان من هنا غادي السنغال تدخل للطاس صوره وصوتا وكل حاجه يمكن تشوف بها المخالفه ديال السنغال للقوانين ديال الكاف او ديال الفيفا او القوانين الاخلاقيه الرياضيه. ايها الاخوان، اذا كانوا تهجموا عليا مجموعه تاع الناس راكم عارفين مين باش يقولوا لي الا راه احتفلوا راه داروا احتفلوا، واللي صوروا راه غير دي يوتيوبر ودي زانفلونسور من السنغال، وكذلك من الناس اللي راكم عارفين اللي معاهم صوروا غير الجهات اللي كانوا فيهم مركزين، لان كل الناس اللي جاو تركزوا بجهه واحده. اما الاحتفال في حد ذاته راني كنت نشرت صور التيران كله نصو الكبير خاوي، ودوك المفرقعات اللي كيديروهم صحاب الايفنت كيجهزوهم باش يحتفلوا. والله العظيم ما عندي ما نقول لكم، لان عارفين يعني بريكولاو الحفله، بريكولاو الحفله نجيبها لكم من الاخر، بريكولاوها باش يرضيو المتابعين ديالهم ويرضيو كذلك الفكره اللي عندهم، وهو ترسيخ انهم هما ابطال افريقيا في كأس في العالم. لكن الحقيقه اللي بزاف ديال الناس ما هضروش عليها، وهو ان حاليا السنغال مع الرئيس الجديد كتعاني بواحد الازمه ماليه دوليه، كتبيع في كسميتهم كتبيع السندات ديالها بطريقه سريه باش ما يعرف حتى واحد، لانها مخالفه للقوانين سواء الدوليه او الداخليه، وراها غارقه ديونات وغارقه بشكل ان خلى البنك الدولي غادي يتدخل. اذا باش يديروا الغبار على هذا الشيء هذا ويسدوا هذا الشيء هذا المشكل اللي غادي يقدر يدير لهم يعني ازمه داخليه، خاصه وان هذا الرئيس راه تعرفوا الطريقه اللي جا بها الحكومه. اذا خصهم يجيبوا هذا الكاس هذا ويكون الشماعه اللي غادي تعمي العينين ديال السنغاليين وما يعرفوش شنو واقع لهم على الصعيد الدولي. اذا من هنا كيبان بان يعني راه ماشي مساله يعني كاس فقط، وانما مساله ستر واعطاء واحد الطريقه من خلالها تقدر الحكومه الحاليه تستمر. وباش تعرفوا بان ما راهم في ازمه سياسيه كذلك زائد على الازمه الاقتصاديه، حتى الرئيس السابق اللي ترشح باش يكون في الامم المتحده مشاو صوتوا ضده. عمرنا ما شفناها في التاريخ، الناس تحلم يكون واحد مولاد بلادها انها يكون في مؤسسات دوليه، هما مشاو صوتوا ضده، وماشي غير صوتوا ضده وانما مشاو جابوا اصوات كذلك من افريقيا باش يصوتوا ضده. باش تعرفوا بان النظام الحالي السنغالي غادي بالسنغال في الحيط،
وشكون اللي زايد مطلع لهم يعني هذا الشيء كله؟ وهو النظام الجزائري، لان الجزائر دائما كان في التاريخ كانت غيره بالعلاقه اللي كتربط المغرب بالسنغال، ودابا باغا هي تولي البديل، لان بالنسبه ليها راه هذيك العلاقه راه خصكم تعرفوا بان العلاقه المغربيه السنغاليه متشعبه وفيها الجانب الديني، ودابا الجزائر كتلعب واحد الدور كبير باش تعاكس المغرب في التواجد الديني ديالو في افريقيا، ومن هنا حتى السنغال يعني داخله في الحسابات ديال الجزائر. وباش تجمع هادشي كله غادي تفهم علاش السنغال يعني تحداو حتى الكاف، وعارفين انه احتمال كبير يكون عندهم يعني عقوبات من قبل الطاس، لان دابا المراقب المغربي اللي غادي يدير طلب تعويضات من الجهات اللي شاركت في هذاك الحفل، وكذلك يقدموا التسجيلات الدامغه في الطاس. ما ظنوش انهم هبل ما عارفين، لكن ما عندهمش الحل الوحيد ان هذا الكاس هذه تستمر تشغل الرأي العام السنغالي، تستمر باش تكون يعني الوسيله باش يبقى الرئيس. لان فاش تقدموا في ذاك المنتدى الصحفي اللي داروه راه قال لك احنا 11 عضو يعني كهيئه الدفاع امام الطاس، وزيد علينا الرئيس ديال السنغال. المهم الاخوان من هنايا كيبان بان المغرب سلك الطريق الصح. علاش؟ لان المغرب فاش كنخدموا على بلادنا ما عمرنا قلنا بلادنا صايره وصلت وراه حنا مكتفين وما عندناش المشاكل، العكس تماما. حنا بلد كتخدم على راسها في جميع المجالات، بلد كتعطي القوه ديالها في جميع المجالات وكتحاول انها تطور جميع المجالات وتصحح، والاغلاط كاينه يعني نقاط الضعف كاينه، ولكن خدامين على راسنا. اما باش تجي تقول علينا اننا ماشي اصحاب حق، احنا اصحاب حق. وبعض السنغاليين وبطبيعه الحال اكثريتهم الكراغيله اللي دخلوا معهم قال لك ان المغرب جعل من كاس افريقيا جعله قضيه مثل قضيه الصحراء المغربيه. احنا اذا كنا اصحاب حق، حقنا نجيبوه طال الزمن او قصر، نجيبوه بالطرق القانونيه، نجيبوه بالسياسه الدبلوماسيه ديالنا النافعه، وكنربطوا علاقات وننوعوا في العلاقات الدوليه، لان صاحب الحق يبقى حق. وهذا الشيء هذا خوتي ما كيعجبش، لان فاش كنشدوا في الحاجه ديالنا وندافعوا عليها ما عاجباش، لان خصنا حنا نتنازلوا كيف ما تنازل تبون لاسبانيا شد معهم وفي التالي قال لهم تفعيل معاهده الصداقه اللي بيناتنا، في حين ان الباريس في نفس النهار طلع وقال ان العلاقه بيناتهم عمره ما انقطعت. يعني كانت واحد القطيعه، لكن كان دائما هناك تدفق ديال الغاز بالنسبه لاسبانيا. خوتي وخواتاتي، انا من هذا الفيديو هذا حاولت نلخص لكم الامر كي راه داير، ودابا غادي نستناو الخروج ديال الكاف ونتمنوا انها تكون عند المستوى، لان التحدي اللي داروه ليها البارح في الاحتفال وكذلك في المنتدى الصحفي اللي دارته السنغال اهان بشكل كبير الكاف والمؤسسات ديالها وخلاها مؤسسه فارغه. الى ما كانش هناك ردود فعل قويه وعقوبات قويه، الكاف اصبحت فارغه. ان شاء الله باذن الله النصر دائما لبلادنا.